فكرة كتير حلوة للفطور وكتير طيبة، ما اعتمدتها من أيام اللي كنت عم بعمل دايت. كل فترة وفترة بتعن عبالي هالتغميزة وبعملها على السريع. أول شي أخدت كمية من الزعتر، حطيت لها زيت زيتون وقطعت شريحتين توست ودهنتن بخليط الزعتر اللي جهزته وحطيتن على الجريل لحتى يتحمروا ويصيروا مقرمشين. وممكن تستعملوا توست أبيض إذا بدكن، بس أنا حبيت أعمل بتوست أسمر. بصحن غميق أخدت علبة لبنة تركية 200 غرام، حطيت لهم معلقة كبيرة زبادي طبيعي، رمان مفروط، زيتون مخلي ومقطع صغير، وفليفلة حمرا حلوة ومقطع صغير. وحطيت زعتر خليلي فركتن بإيدي لحتى نعموا، حطيتهم فوق اللبنة مع شوية بابريكا وملح وزيت زيتون وشوي دبس رمان، وحطيت جوز محمص ومفروم وحركتهم كلهم مع بعض، وهيك تغميستنا صارت جاهزة. عن جد كتير طيبة ولازم تجربوها، وإذا جربتوها مرة رح تصير طبق يومي بفطوركم. ولا تنسوا اللايك.